السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل أكلة جميلة جدا. أول حاجة هنصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دي قناتي، أنا اسمي آية. لو أول مرة تشوفيني يا ريت ما تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس. النهاردة هنعمل كشري اسكندراني. بتبقى أكلة جميلة جدا، أكلة شعبية بس بتفتح النفس وجميلة. كنت غاسلة هنا كوبايتين رز وكوباية عدس أصفر. طبعا غسلهم كويس جدا ومصفين ميتهم، حطيتهم على بعض كده. في ناس بتشوحهم بس انا بعمله بالطريقه دي وبيطلع جميل، مش معجن ولا اي حاجه. لقيت الحله التانية كبيره شويه فقلت لا، هعمله في حله اصغر، فجبت الحله دي. حطيت الرز كده والعدس على بعض وزودت عليهم الميه بتاعتهم. على حسب الكميه اللي انت هتعمليها بقى بتزودي الميه على قدها. حطيت معلقتين ملح على قد الكمية بتاعتي، وحطيت زي معلقتين زيت كده. وما ننساش ان احنا يعني مش عايزين نكتر الزيت، عشان في الاخر برضو هنعمل له طشة بصلة كده بيبقى فيها زيت برضو. رفعته بقى على النار كده لحد ما ينشف المية اللي عليه، وبعدين اوطي عليه النار واغطيه عشان يتردد. هنا بقى جبت وok كبير كده، حطيت فيه معلقتين زيت وقطعتين زبدة، وحطيت فيه معلقة توم مفرومة. هخلي التوم كده ريحته تطلع، مش هحمره، لا هي الريحة بتطلع بس. وبعد كده هنزل بعصير طماطم على حسب برضو الكمية اللي انت عايز تعمليها. انا كنت عاملة نص كيلو. نزلت بقى بالطماطم كده، وهحط التوابل بتاعتي: ملح وفلفل ونطرة كمون، وبرضو يعني حبة كزبرة صغيرين كده. وحطيت برضو معلقة سكر عشان الحموضة بتاعة الطماطم، وحطيت بابريكا. كل التوابل دي كده على الصلصة دي، على التسبيكة دي، لان التسبيكة دي بتتاكل معاه في الاخر، يعني كأنها زي خضار كده معمول معاه. هقلب بقى كده التوابل في عصير الطماطم، واغطي عليها واسيبها تتسبك براحتها لحد ما توصل للون الجميل اللي انتوا شفتوه ده. بعد كده بقى هجيب مقلاية وفيها حبة زيت وبصلة صغيرة، احمرها كده اديلها اللون ده، وانزل بيها على الكشري بعد ما اتردد واستوى وبقى زي الفل زي ما انتوا شايفين. واقوم مقلبه البصلة بقى مع الكشري، بتدي طعم جميل جدا. في ناس بتعمله من غير البصلة بيبقى حلو برضو، مفيش اي مشكلة. شايفين الكشري جميل ومفلفل ازاي؟ مش معجن ولا اي حاجة. عايزة انتي تشوحيه في الاول براحتك، انا ما بشوحوش، بحطه كده على البارد كل حاجة، وبعد كده ارفعه على النار. وبعد كده اما المية تغلي اهدي عليه واغطي لحد ما يتردد بقى، واعمله البصلة زي ما انت شفتي كده. جيت هنا بقى اقدم الاطباق بتاعتي. هنا دي اتسبكت بقى الصلصة خلاص. هصب بقى في الاطباق بتاعتي كده. الاكلة دي بتبقى طعمها جميل جدا جدا، وطبعا الاكلات الشعبية بتفتح النفس. هنا بقى هعمل الكشري، هقدم الكشري. جربوها بطريقتي هتعجبكم ان شاء الله. قدمت بقى الكشري كده. اما تيجي تعملي البصل الكشري ما تغمقهاش، يا دوبك بس بتبقى ذهبي، يعني ذهبي مايل للبني سنة، مش بني. التصوير بس هو اللي مغمقها، لكن هي مش غامقة. طبعا ما كانش عندي بيض بصراحة، هو بيتقدم معاه بيض. ما كانش عندي بيض، ما لقيتش غير 2 كده في التلاجة. قلت تعالوا هتقعدوا لوحدكم ليه؟ قمت سلقهم وحطيتهم كده شكل على الكشري من فوق. وكده خلصت الوصفة بتاعتي. لو اول مرة تشوفي قناتي وعجبك الفيديو ده، يا ريت ما تنسيش بقى الاشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كده بقى خلصت. جربي بطريقتي ان شاء الله هيعجبك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.